يلا بقى اشرب وخلص، عايزين نمشي. حاضر يا ابني، انا مش عارف اتحكم في الكوباية كويس. لما انت مش عارف تمسك الكوباية كويس عايز تشرب عصير قصب ليه؟ نفسي فيه يا ابني، يمكن تكون اخر كوباية اشربها في حياتي. ما انت حابسني في البيت ومش بتنزلني. انزلك ازاي بحالتك دي؟ ما انا اللي بتعب في الشير والحط. المهم خلص بس يلا. ايه ده؟ ايه اللي عملته ده؟ انت ايه مش بتاخد بالك ليه؟ معلش يا ابني، والله ما عرفتش اتحكم فيها. يو بقى، انا زهقت وقرفت. معلش يا حاج، فداك 100 كوباية. شكرا. يلا بقى عشان نروح، يلا. استنى بس، رايح فين يا حاج؟ في حاجة ولا ايه؟ انا شفت كل اللي حصل. ها وبعدين يعني ايه المشكلة؟ انا طالب منك طلب واحد، عايز احكي لك قصة جميلة. قصة؟ انت شايفني في KG1 يا ابني؟ بس اسمع، مش هتخسر حاجة. ما تسيبه يا ابني، شكله راجل طيب. ما انت فاضي، ما وراكش حاجة. الله يسامحك يا ابني، معلش، مش هتاخد منك اكتر من دقيقة. طب اتفضل، بس بسرعة خلصني. كان في مرة شاب زيك كده، وكان ابوه تعبان جدا، وجات له جلطة في المخ سببت له شلل. أنا تعبتك معايا يا ابني، أنا حاسس إن حملي زاد عليك. لا يا بابا، ما تقولش كده، أنا أخدمك لآخر يوم في عمري. بعد الشر عليك يا حبيبي. الابن كان بار جدا بأبوه، كان بينضفه ويجيب له المية لحد عنده عشان يتوضى، وكان بيأكله بإيده، وكان بيشيله ويدخله الحمام ويشيله عشان ينيمه ويراعيه ويحافظ على مواعيد الأدوية. لكن للأسف الأب توفى، والابن مر بفترة صعبة جدا، رغم ان ابوه كان حمل عليه وتعبه، لكن غيابه أثر فيه وساب عنده فراغ كبير. وفي يوم من الأيام كان الابن قاعد لوحده في أوضة أبوه، وبص للكرسي اللي كان بيقعد عليه وافتكر كل لحظة تعب فيها معاه. ساعتها دموعه نزلت من غير ما يحس، وقال في نفسه: يا ريت أبويا يرجع ولو يوم واحد بس، أخدمه واصبر عليه أكتر، يمكن كنت أراضيه وارضي ربنا. عارف يا ابني، هو دلوقتي بيعيش على الذكرى، نفسه في كلمة من أبوه، نفسه يشوفه، يطلب منه ولو كوباية مية. لكن خلاص، الأب راح والفرصة كمان راحت. أنا آسف يا بابا والله، بس أنت عارف أنا مضغوط إزاي اليومين دول في الشغل. حقك عليا، حقك عليا. لا يا ابني، أنا عارف إن أنا حمل عليك، معلش. يا ابني، الكوباية اللي وقعت واتكسرت تتعوض، لكن لو أبوك راح عمره ما هيتعوض. يمكن تشوفه حمل دلوقتي، لكن والله وجوده نعمة كبيرة، وغيابه وجع ما يتوصفش. اوعوا تندموا بعد فوات الأوان، بر أبوك وأمك النهاردة قبل بكرة، يمكن كلمة طيبة منك تمسح وجع سنين عنده وتفتح لك باب لرضا ربنا.